قتل الشيخ عبد الرحمن وهو في سيره إلى أداء فريضة الظهر وأداء رسالة العلم. هل هناك نزاعات ومشاكل قبلية أرضية؟ هل هناك خلافات؟ إنما هو لأنه ينتشل أبناءكم من قبضة المكفرين. هذا ذنبه. ذنب الشيخ عبد الرحمن العدني أنه كان ينتشل أبناءكم، أبناء الرؤساء، أبناء الوزراء، أبناء القضاة، أبناء المحامين، أبناء المهندسين، أبناء العمال، أبناء جميع طبقات المجتمع. كان الشيخ عبد الرحمن ينتزع أبنائهم من براثن التكفير والتفكير والتدمير، وينتزع أبنائهم من المراقص ومن المخدرات والمسكرات ومن القتل والقتال، ويربيهم على العقيدة السلفية والأخلاق الفاضلة والعبادات الطيبة الكاملة. هذا ذنبه. أفيستحق أن يقتل من كان هذا ذنبه؟ ثم أيستحق أن يخذل في قضيته من كان هذا ذنبه؟ أم ينبغي أن يقف لها العالم أجمع، العالم الإسلامي، ولاة الأمر، القضاة، المحامون، رجال الأعمال، رجال الأموال، الدولة، الكل ليقفوا ويقولوا كلمتهم. لقد فقدت الأمة نورا كان يشع في أرجاء هذه البلاد، انطفى على أيدي أهل الغدر الذين يجب أن يأخذوا جزاء. كان هذا الواجب، كان الواجب على الصحف والجرائد والمجلات أن تكتب عن هذا العالم. نور في جنوبنا، بل نور في يمننا، بل نور في العالم. يشع نورا أطفأوه في عز الظهيرة، أطفأوا هذا النور ليعيشوا في ظلمات متتابعات إلى يوم البعث والنشور، إن لم يتغمد الله بعضهم بالتوبة والعودة والأوبة ويأخذ جزاءهم. نعم أيها الناس،